صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى فيديو جديد ويوم جديد. بس قبل نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انتوا لسه جداد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ده بقى فيديو التخزين. النهارده بقى هنخزن الباميه مع بعض او هنفرزها. اول حاجه، انا كان في واحده بتبيع باميه وكده ولسه جايباها حالا من الارض، حتى لقيت الباميه سخنه وكده، فقلت لها بكام؟ قالت لي الكيلو ب25 جنيه. هي رخصت، هي اصلا كانت ب30 وب35. فقلت لها خلاص اعمل لي ايه 4 كيلو، يبقى ال4 كيلو ايه ب100 جنيه. تمام. جبت كده الباميه ووريتكم كده شكلها. احسن حاجه تجيب الباميه تكون صغيره، وما بتكون صغيره اكتر كمان بتكون حلوه جدا. فالكبيره بلاش الكبيره متبقاش حلوه زي ايه الصغيره تحس ان هي مسكره كده وحلوه. اول كده السكينه وبدات اجيب كده واحده من الباميه وبدات ان انا اشيل الجناب بتاعتها دي. عندنا بقى بدل ما احنا بنعمل الجناب دي اسمها نقمعها. يعني ايه نقمعها؟ ان احنا بنشيل الجناب وبنشيل كمان الطرف من تحت والطرف كمان ايه من فوق. قولوا لي عندكم لما بتيجي تعملوا الباميه عندكم بتسموها ايه؟ تمام. ببتدي ان انا اقمعها، بس اهم حاجه وانت بتشيلي شيلي بالراحه عشان ما تشيليش الباميه من جوه. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده. بعد كده ما شلت كده الجناب، ببتدي ان انا اشيل كده البوز من تحت والبوز ايه من فوق. اكيد ال4 كيلو مش هيخلوني ان انا اقف في المطبخ واقمعهم. قمت رايحه طالعه في الصاله بقى وشغلت المروحه وكده عشان اقمعها كده ايه بمزاج رايق. كمان انا عند المطبخ تخشي تحسي النار كده مقابلاكي ساونا جوه، فما تطيش اصلا الصهد او السخونيه اللي في قلب ايه المطبخ. ربعت وقمت جايبه السكينه وفضلت ان انا اقمع. عايزه اقول لكم بعد ما قمعت يعني كميه حلوه من الباميه، لقيت ايدي نملت ولقيت زي فيها حاجه بتغزني جوه، او مثلا زي في اكن نمل بينهش في كف ايدي. عايزه اقول لكم انا كنت تعبانه جدا بعد ما عملت الباميه، فما قدرتش بصراحه ان انا اكملها، فقمت رايحه ايه رايحه عند اختي عشان تساعدني فيها وكده. عايزه اقول لكم حتى لما رحت وجيت امسك الباميه كل ما اجي امسكها الاقي صوته من ايدي. قولوا لي تحت في الكومنتات ده بيكون من ايه؟ الدم مش واصل لل... للايد ولا ايه بالظبط؟ مانيش عارفه بصراحه. تمام. خلص بقى كده كميه الباميه، وبعد كده بقى ايه هنشوف هنعمل ايه تاني. تمام. جيت هنا بقى من عند اختي، لقينا بقى ايه جزء كده الطبق الصغير ده جزء الباميه الكبير. لو لقيتي باميه كبيره دي خليها في طبق لوحدها. احسن حاجه في الباميه ان انت تشتريها، خلي الباميه الصغيره بلاش ايه الكبيره. الكبيره دي ناس بتعملها ويكا، بس انا مش بحب اصلا الباميه الويكا ولا عمري دقتها. بس انا متربيه على الباميه الريفيه، الباميه الاقتصاديه، الباميه بتاعت زمان اللي احنا بنعشقها. هنا جبت لكم شويه من هنا وشويه من هنا، وبدات اوريكم الفرق بين الصغيره والفرق ايه بين الكبيره. وهنا رحت على البوتاجاز علقت على حله فيها ميه، وبعد ما الميه غليت جبت كده ليمونتين شقيتهم، وهجيب عصاره الليمون ونديها ايه عصره من الليمون. الليمونه بتعمل ايه؟ الليمونه بتدي زي ماده حافظه كده للباميه ان هي ولا تسود معانا ولا طعمها يتغير ولا اي حاجه. الطريقه دي والدتي الله يرحمها هي اللي كانت بتعملها لحد ايه ما وعيت عليها، ولقيتها برضو لما مثلا كانت تجيب باميه تقول لي علقها على الميه وبعدين حطي ليمونه وبعدين ايه غطسي فيها ايه الباميه. اقول لها يا ماما طب الطريقه دي حلوه، بتقول لي الطريقه دي ممكن تقعد معاكي من سنه لاتنين لتلاته ما يجرالهاش اي حاجه. اهم حاجه اعملوها نفس الطريقه وتطلع معاكم الباميه مثلا من سنه لاتنين، هتطلع معاكم حلوه جدا اكنك لسه ايه عاملاها او لسه مفرزوها. تمام. قلبتها كده تقلبتين في الحله، هتبتدي بقى الميه تقوم وهتبتدي الميه تغلي معايا، هقوم رايحه مطفيه ايه عليها. تمام. اهم حاجه هي غلوه او غلوتين، ما تزوديش عن كده، لان لو زودت عن كده الباميه هتتهمك معاكي وهتطلع معاكي طريه ومش هتعرفي تفرزيها. خلاص كده تمام. غليت معايا الغلوتين وبقت زي العسل. هجيب بقى كده بتاع واطلع عليها اللي هي الشيله بتاعت البطاطس، وعندي كده طبق البلاستيك فيه ميه من الحنفيه. تمام. لو عندك ميه متلجه ممكن تحطيها فيها. بعد كده اهو انا بحط بقى الميه. ليه؟ في ناس ممكن تقول لي طب انا ليه بطلع من الحله بتاعه الغلي وبحط في الطبق اللي فيه الميه؟ هقول لكم دلوقتي. بس هنا برضو قمت راح بعد ما طلعت الباميه الصغيره حطيت ايه الباميه ايه الكبيره. هنا بقى لما بحط الميه في قلب بحط الباميه في قلب الطبق اللي فيه الميه، بوقف السوا بتاع الباميه.
تمام. يعني لو انت سبتها كده هتفضل تستوي فيها وتطرى معاكي، لا احنا عايزين نوقف عمليه السوا خالص. قمت رايحه حاطه فيها ايه شويه ميه. هنا بقى لقيت الحنفيه بتنزل ميه سخنه كانك مشغله السخان، فقلت لا ما بديهاش كده، ده كده هتطرى لي. قمت رايحه جايبه ميه من التلاجة، كنت حاطاها في التلاجة ميه ساقعه، وبدات ان انا انزل كده ايه الميه الساقعه دي. لو عندك ميه متلجه هتبقى احسن كمان، عشان نوقف عمليه السوا بتاعت ايه الباميه. كده حطيت عليها الميه الساقعه اللي احنا مطلعينها من التلاجة، وركنتها كمان على الرخامه. ونفس النظام اللي احنا عملناه في اول مره في الصغيره بتاع الباميه، برضو نفس النظام هنعمله في الكبيره. تمام. بعد كده جبت شويه ميه ساقعين برضو من التلاجة وحطيته مع الكبيره برضو عشان نوقف عمليه السوا بتاعه الباميه. وبعد كده ايه هسيبهم دقيقتين بس يعني ايه يبردوا خالص بالميه الساقعه. وبعد كده ايه هنكيسهم مع بعض. تمام. شايفين شكل الباميه جميل وحلو ازاي؟ اهم حاجه اوعي تخليها تغلى اكتر من غلوتين عشان ما تطرش معاك. رحت هنا بقى على الحوض بعد خلاص إيه بردت معايا. هنصفي بقى الميه بتاعتنا. اهم حاجه عشان برضو تتفرز معاك كويس، تتفرز معاك كويس وكمان طعمها ما يتغيرش، لازم تصفيها من الميه كويس جدا. حتى لو تقعد اكتر من نص ساعه تصفي الميه. تمام. بعد كده بعد ما خلاص سبتها كده بقى هسيبها على الرخامه لحد ما الميه تتصفى. وبعد كده هنكيسها وايه ونفرزها مع بعض. تمام. برضو نفس النظام بعمله ايه في الكبيره. جبت برضو طبق كده اللي هو فيه اخرام اللي انا اصفي فيه الباميه، واسيبهم لحد ما يتصفوا كده جنب بعض كده مونسين بعض. تمام كده اتصفوا معايا وبقى زي العسل. هجيب بقى كده اكياس التلاجة. انا عندي نوعين من اكياس التلاجة. في نوع بياخد نص اللي انتوا شايفينه ده الصغير ده، وفي نوع كمان بياخد كيلو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده الكبير ده. حابه بقى تحطي في ده او حابه تحطي في ده اللي يريحك اعملي بيه. تمام. ابتدي ان انا اجيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا هستعمل الباميه الصغيره دي بقى، هعبي الباميه دي في اكياس اللي هي بتاخد نص كيلو. طب ليه؟ انتوا عارفين ان انا وبنتي يعني ايه ممكن تاكل لها، هي بتحبها بس ايه ملهاش فيها قوي. يعني انا وبنتي هيبسطوني، ممكن كمان تكفيني ايه لتاني يوم. فانا الكيس ده هعبيه على ايه على كوبايتين، يعني هعبي الكوبايه مرتين. انت اكيد لو في بيت عيله او انتوا كتير وكده مش هيكفوكوا ايه الكيس ده، فهتعوزي ان انت تعبيه في كيس كيلو، والكيلو ده هتعبيه 4 كوبايات من الباميه هيكفوكوا بسم الله ما شاء الله وهيبسطكوا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما شاء الله. عايزه اقول لكم والله العظيم الكميه دي هتبسطك جدا جدا، والباميه بتكون حلوه جدا غير ما بتكوني جايباها جاهزه من السوبر ماركت. الله اعلم هي متقمعه ازاي، الله اعلم هي بقالهم قدين عندهم اكتر من سنه. اكيد لو الحاجه عندهم بقالهم كتير مش هيرموها، هيسيبوها في الفريزر لما الناس تعوزها هيبيعوها لهم تاني. فالحاجه لما بتكون في البيت بتكون خير وبركه ورزق. ما بتروحيش تشتري حاجه من بره، ما بتروحيش تقولي يا ريتني ما فرست، لا الحاجه في البيت بتكون الحاجه تحت ايدك، اللي انت بتعوزيه بتجيبيه ايه على طول. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هعبي بقى كده الكميه كلها كده بنفس الطريقه. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه في الباميه الكبيره. اهم حاجه اختاري الباميه الصغيره بلاش الكبيره. خلصت بقى الكميه كده. وهنا برضو رحت عبيت برضو الباميه الكبيره اهو في الكيس اللي هو الكبير اللي هي بياخد كيلو. انا بصراحه ما رضيتش اعبيهم ايه مع بعض، انا عايزه اعبي الاتنين دول عشان ابقى عارفاهم، عشان اول ما بعوزهم هستخدم من الكبيره الاول مش هستخدم ايه من الصغيره. تمام. هجيب برضو كده الاكياس الباميه الصغيره، وابتدي ان انا اخرج الهواء عشان اقدر احفظها كويس اهو. اخرج الهواء منها عشان ايه تكفيني كده وتكون طعمها حلو وطعمها ما يتغيرش معايا في الاكل. اهم حاجه اخرج الهواء منها. خلصت بقى كده الكميه كلها. هنعمل ايه تاني؟ اكيد الفيديو بتاعنا مش هيخلص على كده، لا ده في حاجه كمان. كملوا الفيديو عشان تشوفوا ايه تاني هنستخدمه. خلصت كده الباميه والحمد لله كده اول حاجه كده في التفريزات خلصت. استنوا ان شاء الله الفيديو الجاي يمكن نعمل ايه بقى، نعمل الملوخيه برضو مع بعض ونفرزها. لو كان لنا عمر ان شاء الله هنفرز الملوخيه كمان ايه مع بعض. دي موسم الباميه. يلا يا حلوه انت وهي لو ما كنتش لسه عملت الباميه روحي خزان الباميه يلا عشان يكون الحاجه كلها موجوده عندك في الفريزر. هنا بقى كده في اليوم ده بقى رحت جبت ايه، جبت 2 كيلو من الزبده البقري والزبده البيضه. معايا البيضه ومعايا كمان ايه الصفرة. الاتنين بقى هعمل بينهم ميكس ازاي هتشوفوا دلوقتي. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الزبده الاتنين دول مجمدين شويه، فالجو حر فهيطروا معايا ايه على طول. اول حاجه افضي كده الزبده الصفرا زي ما انتم شايفين كده، وامسح اي حاجه في الكيس لان خساره مش عايزين نهدر والحاجه ايه غاليه.
تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. اي زيادات في قلب الكيس بقوم راح حاطاها في ايه، في قلب الطبق. بقى الزبده بتاعتي في قلب الطبق البلاستيك، وهجيب كمان ايه شعره كده من الملح ونحطها عليها. تمام. احسن حاجه عشان تسيح الزبده لازم الزبده تكون معاكي لينه، تكون طريه شويه، ما تكونش طريه قوي قوي، لا تكون بس ايه طريه بس ماسكه نفسها في نفس ايه الوقت. ربع معلقه كده من الملح اهو، واسيبها لحد ايه ما تطرى معايا. في الجو الحار ده هتطرى معاك على طول. الطريقة دي برعاية والدتي الله يرحمها. النهاردة الفيديو كله برعاية والدتي الله يرحمها. كانت كل حاجة في الفيديو ده كانت بتعملها، فأنا بحب أعمل كل حاجة على طريقتها. جبت بقى الحلة الألمونية. أحسن حاجة تسيحي فيها الحلل الألمونية. نزلت كده بالسمنة بتاعتي أو الزبدة بتاعتي في قلب الحلة، وبدأت إن أنا أساعدها كده بالمعلقة عشان تسيح معايا إيه على طول. تمام. عايزه اقول لكم الميكس كده بين السمنه البلد بين الزبده البيضه والزبده البقر، الاتنين كده على بعض بيدوا طعم حلو جدا، غير ما بتكون السمنه البلد البيضه لوحدها والسمنه الصفراء لوحدها. تمام. هنا بقى شويه الميه اللي هي زردتهم، اللي هي ايه نزلتهم. هشيل الزبده اللي فيها. الميه بقى اللي انتوا شايفينها دي انا هرميها. لو عندك بقى خض او عندك شرش او عندك لبن رايب ممكن تحطيه عليها. تمام. هنا بقى خلاص بدأت ان هي تسيح معايا اكتر زي ما انتم شايفين كده، وببتدي ان انا اساعدها برضو ايه في التسييح عشان ايه ما تاخدش وقت. تمام. فلازم نساعد بعضينا وكده. هنا بقى بعد ما خلاص قربت برضو كل ما ده كل ما بتسيح تحسي ان في على وشها ابيض. الوش الابيض ده عايزينه ينزل تحت خالص، يرسى في قلب الحله. اللي في قلب الحله دي اللي هيعمل لنا المرته او الملوحه. الملوحه عندنا في الارياف اسمها ملوحه في الارياف عندنا، لكن عند ناس تانية ما تعرفهاش يعني ايه ملوحه، اسمها مرته. تمام. شايفين بقى البياض دي، عايزه البياض دي كله يرسى تحت. دلوقتي بقى البياض ظهر زي ما انتم شايفين، هي ولا غليت ولا اي حاجه لسه. هي اول ما هتغلي هتلاقيها بعد ما غليت كده وبقت هتلاقي ان هي ايه بدات تصفر كده، والصفار بتاع السمنه البلدي بدا يبان اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين بعد ما خلاص بدات ان هي تغلي معايا قمت رايحه مهديه النار، وكل دقيقتين ابتدي ان انا اقلبها عشان ما تتحرقش معايا في قلب ايه الحله. خلاص هسيبها لحد ما ترسى خالص والملوحه ترسى تحت، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده بدأت ان هي تستوي. في الوقت ده ممكن تشيلي الوش اللي انت شايفينه ده اللي هي المرته دي ممكن تشيليها. تمام. هنا بقى بدأت ان انا اشيل المرته دي اللي على الوش، اشيلها واسيبها لحد ما ترسى خالص وتصفري معايا، واي حاجه تنزل تحت تبقى في قعر ايه الحله. زي ما انا بقول لكم احسن سوا تعملي فيها السمنه هي الحلل الالمونيا اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم السمنه البلدي والله العظيم كانت ماليه الريحه جامده جدا جدا في المطبخ. لما تحسوا ان السمنه البلدي مش مغشوشه، لما تلاقي ريحتها كده طلعت معاك وانت بتقلبي وتشمي الريحه بتاع السمنه البلدي، يبقى هي كده تمام تمام تمام. ما انت تيجي تسيحيها وما لقيتيش اي ريحه يبقى هي مغشوشه، يبقى الناس اللي انت بتجيبي من عندهم ما عندهمش ضمير. ممكن يكون حاطين جزء من الزبده، وحاطين كمان جزء من السمنه الهولندي وعاملينهم مع بعض وبيبيعوها للناس. فاهم حاجه الناس اللي انت بتجيبي من عندهم لازم تكون واثقه فيهم وعارفه ايه الزبده بتاعتهم عامله ايه، مش من اي حد بتجيبي منه. خلاص كده تمام. بعد ما خلاص رست معايا وبقت صافيه زي العسل الزبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، اللي احنا الزبده دي حولناها لسمنه، يعتبر اللي انا بفضها في قلب الطبق دي سمنه مش زبده. تمام. فضينا بقى السمنه كده في قلب علبه تلاجة. اهم حاجه العلبه تكون محكمه الغلق عشان ما تلقطش من اي ريحه في التلاجة. هنا بقى جبت كده الملوحه او المرته بتاعتنا، بدات بقى ان انا كده اقلبها تقلبتين، ولقيت فيها كده معلقتين من السمنه. هقوم رايحه بقى ايه مفرغاهم في قلب ايه العلبه البلاستيك برضو، عشان كل حاجه خساره ومش عايزين نهدر الحاجه غاليه وما تعرفش هي الحاجه دي الواحد بيجيبها ازاي. تمام. عايزه اقول لكم كمان والله العظيم انا جبت الزبده اللي انتوا شايفينها دي، والله لسه ما دفعتش لسه فلوسها. احلى حاجه هنا في الارياف ان الناس عارفه بعضها. الناس عارفه بعضها، يعني مثلا لو رحت لحد هو عارفني انا عايزه مثلا باكو شاي، عايزه مثلا عدس ولا حاجه ومش عارف ايه، فعادي ممكن تاخدي الحاجه مادام هو عارفك عادي هيديها لك، وانت وقت كده هتروحي تدفعي له ايه الفلوس. فانا بصراحه انا من النوع اللي بحب الحاجه تكون عندي، ما بحبش احتاج لحد. ربنا ما يحوجنا لحد انا ولا انتوا ولا اي حد خالص يا رب، اللهم امين. الحاجه في البيت نعمه ورزق وبركه، اللهم ديم علينا نعمه يا رب كده واحفظها من الزوال. الفيديو النهارده يا رب يكون عجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام.